تخيل معايا تكون خدام في سجن معروف باللي فيه أخطر المجرمين، وفي ليلة وحدة يختفيو 10 ديال السجناء، ماشي واحد ماشي جوج ولا ثلاثة، 10. والأخطر في هاد الشي أنهم متهمين بالقتل والسطو وتجارة المخدرات والأسلحة. القصة هادي اللي غنهضرو عليها اليوم ماشي قصة من فيلم هوليوودي، هاد شي واقع وقع في قلب أمريكا، وبالضبط مدينة نيو أورلينز ولاية لوينزا، في سجن أورلينز جاستيس سانتر. السجن معروف في الإعلام الأمريكي بالإهمال وضعف الأمن وحتى سوء المعاملة. سجن أورلاند جاستيس سنتر ماشي سجن عادي، تقارير كتقول باللي كاين فيه عنف ممنهج، وحتى بين الحراس والسجناء كاين توتر، وبزاف من الأوقات السجناء كيتصابوا بجروح خطيرة وما كيتعالجوش نهائيا. السجناء كيقضيو ساعات طوال بلا ضو بلا تهوية وبلا أنشطة إصلاحية. واحد من التقارير القضائية قال هاد السجن كيشبه الكابوس، هاد الجو خلق حالة من الضغط النفسي وخلى بزاف منهم يوليو عنيفين أكتر. السجن اللي هربوا منه ماشي سجن عادي، هاد المركز فيه أكتر من 1400 سجين، في حين أن القدرة الاستيعابية ديالو ما كتفوتش 900 سجين، والموظفين كانوا ناقصين بزاف، كان خصاص كبير لدرجة أن أوقات كتيرة كيبقاو السجناء بلا مراقبة فعلية. هاد الشي خلى بزاف ديال التقارير تنتقد الوضع اللي فيه وتقول انه قابل للانفجار في اي لحظه. السجناء ماشي غير محبوسين، كيعانيو من العنف والشجار وحتى الاهمال الطبي، وبزاف منهم كانوا قدموا شكايات ولكن الوضع ما تغيرش نهائيا. وفي يوم الجمعة 16 ماي 2025 تنفذت أكبر عملية هروب من السجن. هاد العملية ديال الهروب دات وقت ماشي جات غير صدفة، السجناء كانوا كيدرسوا كل صغيرة وكبيرة الأيام حتى جا النهار اللي لقاو فيه واحد الثغرة في الزنزانة اللي كانوا فيها. من مورا المرحاض كان ممر ضيق كيوصل للأنابيب، وبحكم أنه هاد السجن رهيف دغيا يقدروا يهرسوا الحيط اللي هو الجدار، وهنا قدروا يدخلوا للممر اللي قليل اللي يقدر يتصور أنه كيوصل للخارج. من بعد تسللوا للساحة، فتوصلوا لحد السجن استعملوا أغطية باش يتفاداو الأسلاك الشوكية وتسلقوه بلا ما يحس بهم حتى حد. السجناء هنا كانوا عارفين الوقت المناسب، كانوا دارسين كل شيء وعارفين انه الحارس ديال الجناح كان كيخرج ياكل وكانت عنده استراحه، وبالنسبه للكاميرات كانت معطله ولا بلا مراقبه. اجينا نقربكم شويه من بعض الوجوه اللي هربت، وخليوني نقولها لكم من دابا بصراحه هادو ماشي ناس عاديين. المجرم الأول ديريك غروفز، السن ديالو 28 سنة، مدان بقتل شخصين وإصابة 2 آخرين خلال إطلاق نار جماعي في عام 2018، وتم بالفعل إدانته بجميع الجرائم المتهم بها. والمجرم الثاني كوري بويد، والسن ديالو 20 سنة، متهم بالقتل من الدرجة الثانية في حادثة إطلاق نار عام 2024 لمحاولة سرقة سيارة رجل سميتو براندون فيس، وكيتعتبر من أخطر الفارين نظرا لطبيعة الجريمة المتهم بها. والمجرم الثالث جيرمين دونالد، متهم أيضا بمحاولة القتل من الدرجة الثانية واعتداء وانتهاكات تتعلق بالأسلحة وعرقلة سير العدالة، والسن ديالو 43 سنة. والمجرم الرابع هو غاري بريس، متهم بمحاولة قتل من الدرجة الأولى والتهم اللي موجهة ليه من بين أخطر التهم الجنائية، والسن ديالو 21 سنة. والمجرم الخامس كيندل مايز، سن 21 سنة، متهم أيضا بمحاولة قتل من الدرجة الثانية. والسادس أنطوان ماسي، سن ديالو 33 سنة، التهم موجهة ليه إساءة معاملة منزلية وسرقة سيارة وانتهاك شروط الإفراج المشروط واختطاف واغتصاب، وعنده تاريخ محاولة من الهروب من السجون يعود إلى 2007. والمجرم السابع لينتون فان بيون، والعمر ديالو 27 سنة، والتهم اللي موجهة ليه حيازة سلاح ناري وانتهاك شروط الإفراج المشروط ومتورط في جريمة قتل تعود لعام 2021. والمجرم الثامن ليو تيت، السن ديالو 32 سنة، متهم بالسطو وحيازة أسلحة وتهم أخرى تتعلق بالمخدرات، وكانت المحاكمة ديالو قريبة ولكن كان هرب. والمجرم التاسع هو روبرت مودي، متهم بعرقلة سير العدالة والاتجار بالمخدرات والاعتداء، والسن ديالو 22 سنة. والمجرم العاشر والأخير ديكنان دينيس، متهم بالسطو المسلح وانتهاكات تتعلق بالأسلحة، والسن ديالو 24 سنة. السلطات استنفرت والفيدراليين دخلوا على الخط، والاف بي اي دار حملات تفتيش شامله، وفي الاخير من هذا الشيء تمكنوا في نفس اليوم يلقيو القبض على 3 منهم.
اللي هما روبرت مودي وكيندل دايليز وديكنان دينيس. كل واحد فيهم كان دار ليه كمين استطاعوا يلقيو عليهم القبض، اما الباقي مازال هاربين والشرطه كتقول انهم ممكن يكونوا مسلحين وخطيرين. اي واحد عنده معلومات يتصل بالرقم السري اللي داروه. وهنا كاملين كنتسائلوا كيفاش 10 ديال السجناء يقدروا يهربوا بهذه الطريقه. هادشي خلى بزاف ديال الناس يشكوا انه كاين تواطؤ من الداخل. بعض ديال الحراس ديال السجن تشدوا للتحقيق، وبعض الكاميرات باينه تقصدات باش ما تصورش، ولقاو رسائل ساخره خلاوها المجرمين تنازين ديالهم بحال تو ايزي لول، وكانهم كيقولوا للاداره انكم ناعسين. في الرد الاول من عائلات الضحيه خرجت الشاب اللي تقتل على يد كوري بويد بتصريح قالت كيفاش بالكم هاني وبلا ما تقولوا لينا القاتل ديال ولدنا هربان. وحتى الساكنه ديال نيو اورلينز بدات تحس بالخوف، خصوصا ان بعض الهاربين ساكنين قريب من احيائهم. وبعض النشطاء الحقوقيين قالوا بلي هذا الهروب كيأكد على هشاشة النظام السجني، وقالوا ماشي غريب الناس يعيشوا في ظروف لا إنسانية وما يفكروش يهربوا. ومن خلال تقارير الأمن الداخلي تبين أن في الجناح اللي كانوا فيه الهاربين الباب الإلكتروني ما كانش كيتسد مزيان، كانوا 2 كاميرات من أصل 4 ما خدامينش، والحارس كان كيخدم بوحدو مع أكثر من 100 سجين. وبطبيعة الحال بهاد التقارير الأمنية اللي كاينة كنقول لهم بلي عندكم الزهر هربوا فقط غير 10 من المجرمين. واللي زاد تنبلا انه تقارير هندسيه قديمه قالت بلي الجدران في بعض الزنازين رقيقه بزاف خصوصا ورا المراحيض، وان الممرات ديال الانابيب يمكن توصل اي جناح بلا مراقبه. عرفتي نقول لكم واحد الحاجه، فاش كنت كنكتب السكريبت ديال هذه القضيه جاب لي راسي بحال كنكتب شي سيناريو تاع شي جزء من اجزاء السيري الشهيره ديال بريزون بريك والله. يلا نكملوا القصه ديالنا. الخبراء كيقولوا ان الهاربين غالبا داروا خطه مسبقه، وشي فرضيات كتقول بلي كاين واحد خارج من قبل وساعدهم من برا، وفرضيات اخرى كتقول انهم تفرقوا باش يصعبوا على الشرطه يتبعوهم. اصلا هذه حاجه باينه غادي تكون بصح. البعض منهم ممكن يمشي لولايات مجاوره، وحتى انهم يقدروا يخرجوا من برا البلاد، وهذا الشيء كيشكل مشكل كبير وخطير. والمشكل هنا الكبير هو انه الا فعلا كانوا مسلحين في اي مواجهه مع شي حد ممكن تتحول لمجزره. قصة ديال 10 ديال الرجال اللي بعضهم عاش طفولة مأساوية وبعضهم غرق في عالم الجريمة، كانوا في سجن كيعيشوا فيه في الجحيم، وهما يقرروا يتجمعوا على هدف الحرية. لكن واش فعلا الحرية تستاهل انك تهرب وانك غادي تعيش مزيان وانت فار من العدالة؟ واش داك احساس ديال انك مطارد كيوازي قيمة ديال حياتك؟ القضية ديال اليوم كتشبه الفيلم، ولكن واقع كيتجاوز الخيال. السجن في قلب أمريكا فيه إهمال ومجرمين خطيرين، وفي الأخير قدروا يهربوا منهم 10. والسؤال اللي باقي كيتطرح، واش فعلا كاين شي عقل مدبر ساعدهم، وواش غادي يقدروا يلقوا القبض على الباقيين؟ كانت معكم ايمان. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك وتعليق وبارطاجيو هاد القصه مع اصحابكم. انا يلا في البدايات ديالي، وكنتمنى تشجيعكم ليا ودعمكم ليا. شكرا بزاف، ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. love you all.